عارف ايه اكتر مشروع في الدوري المصري يلفت نظرك ويعجبك من حيث الاداء اللي بيتقدم مقابل المصادر اللي موجودة؟ مشروع وادي دجلة. زي ما انت عارف معظم الفرق اللي بتصعد من الدرجة التانية اول حاجة بتفكر فيها احنا هنستغنى عن اللعيبة اصحاب الانجاز ده وهنجيب لعيبة اكثر خبرات علشان نقدر نقعد في الدوري. لكن وادي دجلة ما عملش كده. وادي دجلة بتدعيمات بسيطة على الأشخاص أصحاب الإنجاز ده، مع مدرب اسمه محمد الشيخ بعمر ال 32 سنة، هو الأصغر في الدوري المصري، بيقدم مستويات مبهرة وصلت بيه انه حاليا في المركز الرابع بنفس عدد نقاط الاهلي ومتفوق على الزمالك. اي نعم القطبين ليهم ماتشات، لكن في النهايه فكره انك توصل للمرتبه دي فانت اكيد مقدم شغل كبير جدا. كنت شفت قبل كده لقاء للكابتن محمد الشيخ كان بيتكلم في امور فنيه كبيره جدا، والحقيقه ابهرني بكميه الدرايه والفهم العميق للكثير من الجوانب التكتيكيه. بل وكمان اللي بسطني اكتر ان هو شخص جايبها من تحت قوي. لما حكى تفاصيل حياته كان في تدرج كبير في المستويات، اشتغل كل حاجه موجوده في الكوره علشان يوصل يكون مدير فني لوادي دجلة. الحقيقة كل التحية والاحترام لكل مجتهد يحاول يقدم منتج وسط عك الكرة المصرية.